السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة راجعة لكم بفيديو مختلف، اول مرة بصراحة اعمله. انا كانت واحدة جايبة لي قشطة. طبعا يعني انا عشان اعملها زبدة بسيحها، كانت بالنسبة لي اول مرة. بس انا برضو ايه، اتكلت على الله وقلت يا رب وعملتها. طبعا في مقطعين مش عارفة، انا ما فتحتش الكاميرا ولا اتحذفوا، مش عارفة وما اتحفظوش يعني. ان انا مسكت القشطه دي، قعدت اضربها بايدي شويه كده في قلب الطبق لحد ما بقت سايبه الميه، يعني الزبده جت في جنب كده، حتت كور كده صغيره، والميه اللي هي في القشطه ايه، فصلت. فبقت اكورها كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين حطيتها في حله على نار ايه، هاديه هاديه شمعة خالص. طبعا انا خفت اعلي عليها هتبوظ مني. انا سبتها على نار هاديه، هي خدت مني وقت بس كانت النتيجه جميله جدا. طبعا اللي بيبقى عايم ده، اللي هي هتبقى العجوزه بعدين اللي هتسقط تحت في قلب الحله من تحت. طبعا انا طلعت منها حته عجوزه حلوه. هي كان ممكن تطلع اقل من كده، بس انا عشان اول مره طلعت دي وقلت ايه، يعني ما ينفعش ان انا اقرط عليها النار قوي، لان اول مره اعملها بصراحه. انا سبتها على نار هاديه تاخد وتدي مع نفسها كده لحد ما الريم الابيض ده راح وركز في قلب الحله واستوى وبقى عجوزه، وكانت جميله جدا. اهو انا اشوفه صافيه ازاي. بعد ما كده بقى عبيتها في برطمانات وعملت العجوزه اهي في القارب ده. طبعا كانت النتيجه مبهره بالنسبه لي. دول 2 كيلو قشطه اللي طلع منهم السمنه دي، لان عملتها زبده وبعدين صفتها. فان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ودي اول مره اعمله، وان شاء الله اعيده تاني من الاول معاكم. واقول لكم في نهايه الفيديو مع السلامه والسلام عليكم. دي العجوزه يا جماعه، او المرته اللي هم بيقولوا عليها. مع السلامه.